7 شركات. معاك اول شركه هي صوره السجل التجاري انتر جروب، ايه دي اللي هي بتاعت التصدير يمتلكها حسن حمدي؟ لا هي اسمها شركه انتر جروب الدوليه للتجاره. انتر جروب ودي الشركه اسمها الرسمي. ودي الشركه التي تعاملت مع الاهرام. راس مالها 10 مليون جنيه، حسن حمدي نصيبه 4 مليون، وولاد ابراهيم نافع نصيبهم 6 مليون. دي الشركه الاساسيه اللي تعاملت مع مؤسسه الاهرام. بعد كده هم هنتكلم عليها، جابوا الشركه بديل او شركه تحايلوا بيها على التعامل. صورة من السجل التجاري الخاص بشركة انتر جروب اللي انت قلت اسمها القانوني اللي موجود في السجل التجاري. قولوا تاني، هنا مكتوب للتوضيح. الشركة المصرية الدولية للتجارة. الشركة المصرية هذه هي الشركة التي تعاملت مع الأهرام. دي أول شركة. دي أول شركة. الشركة الثانية اللي بعده يا أستاذ خالد، نقول ناخد الشركات السبعة اللي بعده، ناخد الشركات السبعة وبعد كده تقول لنا كيف كانوا يعملون. دي صورة من السجل التجاري. الشركة 2 اهي على الشاشة معاك يا أستاذ سعد. الشركة الثانية المجموعة المصرية الدولية للسياحة، اللي هي انتر جروب للتنمية السياحية. كلهم. أنا عايز بس ألفت نظر الناس لحاجة. سموا دي رأس مالها 6 مليون. دي راس مالها 12 مليون ونص. لا التنمية السياحية 6 مليون. التنمية السياحية 6 مليون. لكن اللي هي الثانية برضه، الثانية الدولية للسياحة دي 12.5 مليون. بعد دي معانا دي 6 مليون. دي 6 مليون اللي هي انتر جروب المجموعة المصرية الدولية للتنمية السياحية. ايوه، والفندقية. بعد كده المجموعة المصرية الدولية للاستثمارات السياحية والفندقية. ودي راس مالها 6.5 مليون. برضه 6.5 مليون. نقف عند دي بقى. طب ليه دي 20 مليون بقى؟ اللي هي المجموعة المصرية الدولية للتنمية الزراعية. المجموعة المصرية الدولية للتنمية الزراعية. ليه 20 مليون؟ دي هم عاملينها على أساس إن هم بياخدوا أراضي وبيعملوها منتجعات. اللي هي خدوا بيها الأراضي في البحر الأحمر والغردقة؟ لا، الأراضي اللي خدوا بيها البحر الأحمر والغردقة دي اللي هي بتاع التنمية السياحية، واللي هي الخاصة بالحاجات السياحية. قرى سياحية. أمال دي خدوا بيها أرض فين بقى؟ بياخدوا فيها أراضي هنا في الطريق الصحراوي وفي في المنطقة اللي هناك. ماشي. اللي بعده يا أستاذ خالد؟ في شركة انتر جروب المجموعة المصرية الدولية للإنشاءات والتنمية العقارية والزراعية. 20 مليون برضه. دي برضه 20 مليون. دي بقى الشركة اللي هي بتاعت أرض برقاش واستغلال النفوذ. دي برضه هيبقى لنا ليها، لأن ليها ملف. دي هي اللي هنحتاجها، لأن خدوها على أساس إنها إصلاح زراعي، وعملوا فيها منتجعات وباعوا بالشيء الفلاني يعني. وده ليها ملف لوحده. اللي بعده إجمالي الشركة اللي بعديها. أنا عايز بس أعرض كل الشركات وبعد كده أنت ترجع تقول لي